يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى وانتوا شايفين الجو حر الأيام دي خالص، ففكرنا نعمل حاجة كده تدل على قلوبنا. عملنا الآيس كريم قبل كده بأطعمة مختلفة. عملنا حاجات كتيرة كده مسليات. فالنهاردة هنعمل فكرة بسيطة جدا، مش مكلفة لكن طعمة جدا، ما بتاخدش وقت وطعمها لذيذ خالص. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض النهاردة. احنا محتاجين معلقتين جيلاتين، كمان محتاجين كيس جيلي، اي طعم، الطعم اللي تحبوه اعملوه. انا بفضل طعم الفراولة، بيدي طعم حلو قوي، لكن انتوا اللي تحبوه. وزي ما انتوا شايفين كده متماسكة، واكنكم بتاكلوا ايس كريم. طب يلا بينا بنشوف الفكرة ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب كيس الجيلي، بنحطه في البولة بتاعتنا، في طاسة، في اي حاجة، وبننزل عليه بكوباية مية مغلية. بنقلب كده بسرعة علشان يندوب. بنضيف كمان معلقتين كبار من الجيلاتين، وبنستمر كمان في التقليب. بعد ما قلبت كده بنزل بقى بكوبايتين من المية العادية من الحنفية، واستمر في التقليب لغاية ما يدوب خالص. خلاص ضربناه كويس قوي. عندي هنا الكوبايات، كوباية بقى جلاتي تكون عندك، كوبايات عادية أي حاجة. بنحط في قلبها كده المعلقة البلاستيك، طبعا عشان الولاد يفرحوا بشكلها. ما عندكيش مفيش مشكلة. بعد ما حطيت خلاص المعالق في وسط الكوباية، بنزل بقى بالخليط اللي احنا كنا عملناه، اللي هو عبارة عن كيس من الجيلي ومعلقتين من الجيلاتين وثلاث كوبايات من المية، كوباية مغلية وكوبايتين عاديين خالص. وقلبنا كويس أوي وصبنا. هنحطه في الفريزر لمدة ساعتين زي ما انتوا شايفين كده. الخليط لسه سايل. دخلته الفريزر هيقعد ساعتين، وهيطلع أكنك بتاكلي بقى آيس كريم، حاجة كده بترطب على القلب، طعمها حلو قوي زي ما انتوا شايفين. مش بناكل جيلي، لا. الإضافة اللي احنا حطيناها لها هو الجيلاتين، مش بس خلاها تمسك، لا، أضاف لها طعم جميل أوي. جربوه. حاجة مش مكلفة، وعملت لنا كذا طبق أو كذا كوباية. ولادك هيفرحوا بيها خالص. وكمان حاجة حلوة، حاجة متلجة كده في الحر الجامد. بس حبايبي عملنا الحاجة الحلوة المتلجة الجميلة زي ما انتوا شايفينها، ما خدتش لا وقت ولا تكلفة ولا أي حاجة. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء.